مشروع جد رائع وفكرة جد خطيرة. هادشي كلشي غنشوفوه في هذا الفيديو هذا ان شاء الله. الا كنتي اول مره ما كنتيش خدامه، انت سيدتي يعني الطريقه ديالو ممكن انها تخدم من الدار. نعم، من الدار ممكن انها تخدم في هذا المشروع هذا، لانه فكره جد رائعه. هي ماشي فكره جديده ولكن قديمه. الناس اللي كانوا خدموا بهذه الطريقه هذه، خدموا بهذه الفكره هذه، يعني راه وصلوا ما شاء الله، كبروا المشاريع ديالهم وداروا شحال من حاجه. وحنا المهم اللي باقي ما وصلتوش الفكره، راه هي فكره جد رائعه. ما عليكم الا تتبعوا الفيديو من البدايه الى النهايه ان شاء الله. غتكون فكره اللي هي رائعه. من دارك ممكن تخدم انت ولا انت يا سيدي يا سيدتي، ممكن انك تخدم من دارك. تابع مع الفيديو من البدايه. ورحمه الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن احوال ان شاء الله. كما كنوعدكم دائما بالجديد، ودائما كنشجعكم على اي مشروع كما كنوعوا، خصوصا يعني كنزيد كنعطيكم الافكار اللي هي رائعه على اي مشروع الا كنا يعني عندنا عليه درايه مزيان، وكنبحثوا يعني حتى ما كانش عندنا درايه على اي مشروع كنبحثوا وكنجيبوا لكم يعني معلومه اللي هي صحيحه. هذه النقطه دازت ما فيهاش شك نهائيا. تبعوا معنا الفيديو، كملوا معنا الفيديو حتى النهايه، وديروا لنا واحد اللايك اللي ما دارش اللايك، وديروا الاشتراك اللي كنتي اول مره كتشاهد القناه ديالنا. دير اشتراك لانك غادي نفيدوك. القناه ديالنا غتفيدك بجميع المعلومات اللي هي النصائح ديال المشاريع او لا شي حاجه اللي كتعلق بالطبخ، غادي تفيدوك ان شاء الله جميعا. دير الاشتراك ما تنساناش، ودير واحد اللايك، وتغطوا واحد التعليق الا كانت القناه ديالك كتستحق يعني تعليق، كانت محفزه او لا سيئه. مرحبا التعليقات ديالكم، وبارطاج مع الاصدقاء ومن الاحباب باش توصلوا الفائده وتعم الفائده للجميع، باش توصلوا الفكره عفوا وتوصلوا وتفيد تعم الفائده جميعا على كل من هو كيبحث على اي مشروع او لا كيبحث على اي فكره. مرحبا بكم، تابعوا معنا فيديو الى اليوم. ولا مشروع ديال اليوم اللي هو رائع، فكره ولا مشروع رائع من دارك. الا كنتي انت سيدتي عندك وليداتك وعندك مسائل ديالك، تقدر تخدمي من الدار. يعني ما عندكش مشكل تما نهائيا تخرجي تقلبي تمشي تقلبي في شي بلاصه ميناج ولا شي حاجه نهائيا. يعني من دارك تقدر تخدمي معاك الدري، معاك راجلك، معاك سميتو، هما غادي يتسخروا لك، وفي نفس الوقت يعني غادي تخدمي من دارك. فكره اللي هي رائعه. عندك وليداتك صغار كبار، المهم هذا المشروع اصلا هو كبير، وممكن انك تخدمي بطريقه اللي هي كبيره او ممكن انك تخدمي بطريقه اللي هي صغيره. هذا الشيء كلشي غنطرقوه في هذا الفيديو هذا ان شاء الله، وغادي نعطيكم جميع النصائح وجميع الافكار في هذا المشروع هذا. وما عليكم الا تبعوا معنا من البدايه الى النهايه ان شاء الله. واذا كانت عندكم اي سؤال اي تعليق اي فكره اخرى او لا حول هذا الموضوع هذا، خليوا لنا في التعليق ان شاء الله. وغادي نبداو مباشره في الشرح ديال هذه الفكره. هذه الفكره اللي هي رائعه قديمه ماشي جديده، ولكن الناس اللي كانوا يعني خدامين بها يعني فكره اللي هي ممتازه، والناس يعني داروا منها الخير والبركه، داروا منها مشاريع وبداو الناس غير من الدار. غير من الدار علاش كيكون انا بالنسبه للفكره ديال الدار، يعني كاين شحال من واحد كيبدا غير من الدار، شويه كيرد كيدير بحال الشكل ديال الكراج، كيعاود يصنع فيها المسائل هذو، من بعد كيدير مكازا كبيره، كيعاود يدير يفرق السلعه وكيعاود. فكره الاخوان اللي هي توزيع البطاطس او لا تقشير البطاطس بنفس الطريقه. يعني تقشير الحاله الاولى تقشير البطاطس، ونفس الحاله الثانيه هي توزيعها. المرحله الاولى هي تقشير البطاطس يعني وتوزيعها، نص الوقت وزعها، اذن دون طبخ دون حتى شي حاجه، ما دير حتى شي حاجه، ما تقلب على الزيت، ما تقلب حتى شي حاجه في هذه الفكره هذه بالضبط. ديك الساعه الا كان عندكم يعني الطموح ديالكم كبر او المشروع ديالكم بغيتو تكبروه، ممكن ان شاء الله نضيفوا لكم معلومات اخرى على هذا الموضوع هذا ان شاء الله. الفكره ديال تقشير البطاطس اللي هي سهله وبسيطه، ونفس الوقت الادوات اللي غادي نخدموا بها ولا الالات اللي غنخدموا بها اللي هي الطريقه اللي هي ماشي شي حاجه اللي غاليه. ممكن ان نبدا بالطريقه اللي هي سهله بواحد 200 درهم، ما غنفوتهاش في هذه اللوازم هذا، وغنبدا ان شاء الله بحول الله. الفكره الاولى اللي هي ممكن انك تبدا ضروري ضروري ديما كنوصيكم اي فكره خدموا شويه بشويه، ما تزربوش اي دقه دقه. راه حاجه اللي عطاتني واحد الفكره اللي عطاتني 5 درهم ربح، واحد الكميه كبيره وتعطيني 5 دراهم ربح، راه ممكن مئات ديال الدراهم غتعطيني مستقبلا. لهذه يعني فكره اللي هي رائعه. ممكن ان نجيب 5 كيلو ديال البطاطس، 5 كيلو ديال البطاطس، 5 كيلو فقط، 5 كيلو 5 كيلو اللي حسبنا لها نقولوا حنا 25 درهم مثلا نجيبوها. غنجيبوا واحد القطعه ديال البطاطس اللي كنقطعوا بها البطاطا اللي هي قيموا اللوازم ديال الاواني،
كيدير هاد سميتو هذاك التقشار ديال البطاطا، يعني الاله اللي كتقطع البطاطا اللي كتكون يعني عارفين بانه كتكون في اي منزل كتكون فيها، ضروري كتكون في اي دار كتكون فيها، اللي هي غير ديال الليد عادي 5 كيلو غادي نخدموها حنا ديال الليد اللي كانت ما كتعداش. هاد الاله هادي واحد 50 درهم، من 40 درهم حتى 60 درهم تقريبا ما كتعداهاش. من بعد فاش كنفكروا المشروع ديالنا بدا كيتطور شويه غادي خاصنا اله اخرى اللي غادي نلقاوها ان شاء الله هنا او لا هنا، اللي هما الات رائعه تما. وعندنا واحد الموس اللي كنقشروا به البطاطا تا هما، اللي هو نقدر نخدموا به بالنسبه ل 5 كيلو، 10 كيلو ولا 15 كيلو ولا حتى 20 كيلو. ممكن ان نخدموا بهذه الطريقه هذه. موس اللي هو ديال القشر ديال البطاطا اللي هو ساهل، تا هو ما كيتعداش من 7 دراهم حتى 20 درهم على حسب لي مارك، يعني كلها على حسب. هادشي اللي كاين الاخوان. من بعد فاش كنشوفوا الفكره ديالنا طورات او المشروع ديالنا تطور او الارباح كتزادنا، ممكن ان نشريو الاله ديال قطيع البطاطس اللي هي غنلقاوها ان شاء الله هنا او هنا في الصوره مباشره نحطها لكم. ومن بعد من هنا غتطور الفكره ديالنا، ومن هنا قدام ممكن ان ناخذوا الاله اللي هي كبيره وهي فيها الغسيل ديال البطاطا ونفس الوقت قشر لينا بطاطا ونفس الوقت، يعني غتساعدنا بزاف في هذا المشروع هذا، وغادي نزيد نكبروا المشروع ديالنا. عطينا جميع الافكار على هذا الموضوع هذا. ممكن نبدا 5 كيلو، ممكن نبدا 10 كيلو. وانا غادي ممكنش نجي ونبدا 100 كيلو ديريكت، لا يعقل، يعني ضروري كنبداو من الصفر وحنا غاديين طالعين. ما يمكنش نجي ونخدم واحد 50 كيلو ولا 60 كيلو باقي ما عرفتش ما نعطيها، وباقي نجي ونبدا نستوكا ونحط وتخسر لي السلعه ونبقى انا قاعد تما. يعني دائما نبدا من الزيرو وانا غادي. يعني الا كان عندك راس المال محدوده ولا عندك واحد اللي كتكون يعني ضعيفه، ممكن ان نبدا اقصى ما يكون احد ما يكون، يعني ممكن نبدا في هذا المشروع هذا. وممكن وغادي كنطور في المشروع ديالي، حيت اي حاجه بديتيها من الزيرو او بديتيها بشويه بشويه كتنجح. اي حاجه بديتيها من الفوق، يعني العكس ديال سميتو من الفوق وكتجي تعرم شي على شي، راه هي كتفشل في المشروع ديالك ضروري. هذا نزيدو نقطه اخرى، هادشي كلشي شرحناه دابا في هذا الفيديو هذا. لا غادي نقطع، غادي نقشر البطاطا، غنجيب البطاطا من المارشي وغادي نقشرها وغادي نصايبها لمن غنبيعها. مشكل هذا لمن غنبيع هاد البطاطا ولا كي غندير ليها هاد البطاطا. الاخوان اي واحد فيكم عنده لي سناك حداه، اي واحد فيكم ما غتحتاج لا طوموبيل لا طياره لا حتى حاجه، غتحتاج على رجلك تقدر ممكن ان تبدا مباشره، تبدا على رجلك. يعني واحد 2 سناكات ولا 3 سناكات كيكونوا حداك ضروري. المشكل عندهم هما راهما تا هما عارفين يقطعوا بطاطا، تا هما عارفين يقشروا بطاطا، تا هما عارفين كلشي. ولكن الاغلبيه اللي كيكون فيهم مشكل هو اللي يصوب لهم بطاطا، يعني كيكون واحد خاص فيهم يصوب لهم بطاطا بالنسبه للخدام، واحد اللي يصوب لهم بطاطا. حاجه اخرى او لا كيكون عندهم محل مكروف، يعني صغير محل ما فيش راكم عارفين بالنسبه للبطاطا، يعني خاصها واحد الكميه ديال الاتساع شويه، البلاصه اللي هي ديالها بالضبط، يعني فيها الطراب، فيها واحد الكميه بان تحط لك بطاطا الا كنتي يعني كضرب واحد الكميه كثيره خاصك تحط بطاطا حداك، يعني خاصها واحد اتساع كبير. نفس الوقت فيها الطراب، يعني خاصها تغسل، خاصها تنقى، خاصها تقشر، يعني هادشي كلشي كيطلب مجهود كبير. لانه لي سناكات اللي هما صغار اللي صغار يعني اغلبيه كيرفضوا الا كنلقاو شي واحد يعني يتساعد معهم ويجيب لهم السلعه مزيانه ويجيب لهم يعني واحد الثمن مناسب اللي يمكن هو تا نفس الطريقه غيمشي للمارشي وغيجيبها بالكسور ديالها بالمصاريف ديالها، يعني يبقى بثمن مناسب غادي ياخذها، اكيد ضروري غياخذها. هنا فين غتبدا الفكره ديالنا، هنا فين كنفرحوا دابا وكنشوفوا الفكره فعلا يعني واضحه معنا الفكره. يعني غادي نمشي للسوق النهار الاول 5 كيلو 10 كيلو، غتقول لي نمشي للمارشي كريو، لا غنمشي للمارشي مارشي كريو، ماشي للمارشي كبار نجيب الجمله، لا ممكن انك تبدا غير من السوق. ماشي شي واحد غتقول له نتقدم من عندك بطاطا دائما ان شاء الله، راني داير واحد البروجي غادي نتقدم من عندك ان شاء الله دائما 5 كيلو في النهار 10 كيلو في النهار، ممكن ناخذ عندك 30 كيلو في النهار، وغيدير معك واحد الثمن اللي هو رمزي، يعني يقدر يزيدك واحد 5 درهم ولا 6 درهم من مارشي، يعني ديال الترونسبور ديالو غيزيد عليك. غتجي نتايا غادي تحسب البطاطا وغتجي الامور ديالها، الا لقيتيها كتخلي لك واحد 10 ريال عارف بانه راك مستمر بخير وعلى خير، لان هذيك 10 ريال ما تديش عليها في كيلو، يعني ما تديش عليها يعني 10 ريال. من بعد غتمشي للمارشيات الكبار يعني تاخذها بالجمله، يعني هنا غتخلي لك مصاريف اللي هي ممتازه. ولا كنتي انت يعني في هذه الناحيه هذه كتضرب
100 كيلو الحمد لله يعني غادا دقه 30 كيلو 40 كيلو 50 كيلو 100 كيلو باش من انت غادي يعني غادي لمستوى رائع. هذه هي الفكره الاخوان. ما نطولوش عليكم في هذا الفيديو هذا، يعني غير قررت حاولت نقربكم على فكره ونوضح لكم يعني بعض النقاط اللي هما هذا المشروع هذا اللي باقي طويل وكبير وفيه يعني جميع النقاط اللي غادي نطرقوا لها ان شاء الله. اذا كان عندكم اي شي سؤال خلوه لنا في التعليق، عندكم اي شي حاجه ما واضحاش خليونا في التعليق ان شاء الله ونخليكم تبداو ان شاء الله المشروع هذا. وتحياتي لكم جميعا، ما تنسوناش واحد اللايك اشتراك في القناه وتشجيع لنا بانه نستمروا في هذا المجال ديال المشاريع ان شاء الله، وهذه النصائح اللي كنعطيهم النصائح اللي هما مهمين. وتحياتي لكم طيبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.